ليه في ناس أول ما بتبدأ حياتها بتتغير وناس تانية بتفضل واقفة مكانها سنين؟ خليني أقولك حاجة محدش بيقولها: البداية مش هي اللي صعبة، إحساسك قبل البداية هو اللي بيكسرك. كل مرة تيجي تبدأ دماغك يشغلك فيلم رعب: مش هتنفع، هتفشل، استنى لما تبقى جاهز. فتصدق الصوت ده وتوقف، مع ان الحقيقة ان مفيش حد في الدنيا بدأ وهو جاهز اصلا. كل الناس اللي شايفها ناجحة دلوقتي كانت تايهة وخايفة ومش فاهمة هي بتعمل ايه، بس الفرق الوحيد انهم اتحركوا رغم كل ده. المشكلة إنك مستني اللحظة المثالية، مستني تبقى واثق 100%، مستني الظروف تبقى تمام، بس اللحظة دي عمرها ما بتيجي. وده الفخ اللي بيقع فيه أغلب الناس، يخلوك مستني لحد ما الوقت يضيع. طب عارف إيه أكتر حاجة بتوجع؟ إن في أحلام كتير ماتت مش عشان أصحابها فشلوا، لكن علشان ما بدأوش. كل يوم تأجيل هو في الحقيقة خطوة لورا. حتى لو أنت حاسس إنك ثابت، عقلك مش عدوك، بس هو بيحب الأمان، فبيخليك تختار الراحة بدل المغامرة. بس الراحة دي هي نفس السبب اللي بيخليك مكانك. طب الإجابة بقى على السؤال: ليه الناس بتنجح من أول خطوة؟ لأنهم ما استنوش الإحساس، ما استنوش الشجاعة، هما بدأوا غصب عن خوفهم. البداية بالنسبة لهم كانت قرار مش إحساس. فاهم الفرق؟ الناس دي ما كانتش أقوى منك، هما بس خدوا خطوة وانت لسه بتفكر. الحكمة هنا: انت مش محتاج تبقى جاهز علشان تبدأ، انت محتاج تبدأ علشان تبقى جاهز. دلوقتي القرار عندك انت، هتفضل تفكر ولا هتاخد أول خطوة؟ ولو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنت هبدأ، وما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، ويمكن يكون الفيديو اللي جاي نقطة تحول في حياتك.